وحشتوني. في مواقف بتحصل في يومنا شكلها بسيط جدا، ولكن تأثيرها جوانا بيبقى تقيل بشكل غريب جدا. نظرة، كلمة، تجاهل، مقارنة، خذلان، رد بارد معجبناش، موقف وحش، مشكلة حصلت لنا فجأة في الشغل، في البيت. فجأة تلاقي نفسك اتقفلت، أعصابك مشدودة ونفسيتك باظت طول اليوم اللي انت فيه. طب هنا نعمل ايه؟ في نوع من انواع التعب النفسي مش بيكون سببه مصايب كبيرة، انما تراكم مواقف صغيرة. موقف يكسرك شوية ويهز ثقتك بالناس، تجاهل يوجعك، خيبة امل، ضعف انتظار او خوف او مقارنة، احساس ان انت مش مفهوم، او موقف عارض يحصل لك قدري خلال اليوم. مع الوقت هتلاقي نفسك بقيت مرهق من جوه من دون سبب واضح، وده لان النفس البشرية مش حجر. كل موقف بيأثر فيها حتى لو تظاهرت انك قوي. اوقات الانسان بيصحى وهو كويس قوي، وبعد موقف واحد يحس ان اليوم اتقفل وان اليوم خلص، لان بعض المواقف مش بتخبط عقلنا، بتخبط املنا النفسي. ممكن كلمة عابرة تحسسك فجأة ان انت مش كفاية، او سهل الاستغناء عنك، او انك غير مقدر، او وحيد، او مرفوض، او طول اليوم لازم تثبت له نفسك. وعشان كده رد فعلنا احيانا بيكون اكبر من حجم الحدث نفسه، زي المواقف الصدمة القدرية اللي بتحصل لنا خلال اليوم. خبر وحش، عربيتي اتخبطت، حد زعق فيا واهني، لان اللي اتحرك جوانا اقدم واعمق من اللحظة الحالية. في ناس من كتر ما اتأذت بقت اي حاجة صغيرة بتقفلها او تقلقها، اي تغير بيخوفها، اي برود بيوجعها، او اي موقف عارض خلال اليوم يخلي عقلها يتوقع الأسوأ. وده مش دلع ولا ضعف، ده عقلك مرهق من كتر الحذر والخوف والاستنزاف اللي انت فيه. المشكلة ان الانسان لو ساب نفسه لكل موقف هيتحول لعبد لمزاجه وللناس وللظروف. كل كلمة ترفعك او توقعك، كل تصرف يحدد قيمتك، كل يوم يبقى مقلق، هتلاقيك قلقان ومتلخبط ويومك مش ماشي حلو، وده مرهق جدا ليك. عشان كده النضج النفسي الحقيقي مش ان الحياة تبطل تأذيك، انك تبطل تسلم روحك لأي موقف عارض يحصل لك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان يبقى عندك مساحة داخلية ثابتة حتى وسط الفوضى اللي بتحصل لك. تزعل لكن ما تكرهش نفسك، تتخذل لكن ما تفقدش ايمانك بالناس كلها، تخسر لكن ما تحسش ان انت انتهيت او دي نهاية العالم، تتألم لكن ما تسمحش للألم انه يعرفك على نفسك. وفي فرق مهم جدا ما بين انا متضايق من موقف وانا حياتي كلها بقت وحشة. العقل وقت الألم بيحب يعمم، موقف واحد هيخليك تشوف الدنيا كلها سودة، ودي أخطر حاجة، لأن الإنسان وقتها مش بيشوف الحقيقة، هو بيشوف ألمه بس. من أكتر الحاجات اللي بتسرق سلامك النفسي إنك تفضل في حالة مقاومة داخلية مستمرة. ليه حصل لي كده؟ ليه الناس اتغيرت؟ اشمعنى أنا بس؟ ليه ربنا مأخر عني الحاجات اللي بحبها؟ ليه أنا بيحصل لي كده؟ ليه ظروفي وحشة؟ ليه الدنيا ماشية عكس ما أنا بتمنى؟ وهنا ندخل على أصعب أنواع الوجع، المواقف القدرية. المواقف اللي ملكش تحكم فيها، وفاة، مرض، فراق، حادث، تأخير جواز، خسارة شغل، ظلم حصل لك، انطفاء علاقة كانت أمانك، حلم كنت متأكد انه هيكمل وفجأة اختفى. المواقف دي بتكسر جزء من جوانا، لان الانسان بالطبع بيحس يكون مسيطر وفاهم ومتوقع ويضمن، لكن القدر احيانا بيعلمنا ان مش كل حاجة هنفهمها ولا كل شيء هنقدر نتحكم فيه. ودي من اصعب الدروس النفسية، انك تتقبل ان الحياة فيها حاجات خارج ارادتك، ومع ذلك هتفضل مطمن بالله. الرضا مش ان انت ما تتوجعش، الرضا ان قلبك وسط الوجع ما يفقدش ثقته في ربنا. وده مقام صعب جدا على النفس، لان الانسان وقت الانكسار ممكن يتحول للاعتراض الداخلي. انا تعبت، ليه كل حاجة صعبة؟ ليه الناس دي بتأذيني؟ ليه حياتي صعبة؟ ليه انا اتحرمت من الحاجات اللي بحبها؟
وفي اللحظات دي الإنسان محتاج يحتوي نفسه مش يجلدها. في ناس أول ما بتضعف بتزعل من نفسها، أنا حساس بزيادة، أنا ضعيف، أنا مكبر الموضوع، مع إن الحقيقة إن في قلوب شالت فوق طاقتها كتير فبقت بتتأثر بسرعة. وأحيانا ربنا بيبتليك مش عشان يعذبك، بيبتليك عشان يخليك تنضج أكتر وتفوق وينظف تعلقات جواك غلط أو يرجعك ليه. في أقدار كسرتنا ولكن أنقذتنا، وفي أبواب اتقفلت وكنا فاكرين إن هي كل عمرنا ولكن فهمنا بعد كده إنها كانت رحمة من ربنا. وفي أشخاص بعضهم وجعنا لكن قربهم كان هيأذينا أكتر. إحنا بنبص للحظة لكن ربنا شايف طريقنا كله. وعشان كده أحيانا النجاة النفسية إن مش كل حاجة تبقى مثالية. النجاة في إن قلبك يفضل حي رغم كل حاجة، إنك بعد كل حاجة بعد كل ما تقع تقدر تقوم تاني، بعد كل خيبة قادر تحب نفسك، بعد كل فقد قادر تحب نفسك، بعد كل موقف قادر تكمل وتفضل مؤمن إنه بكرة هيبقى أخف. مهم جدا تتعلم إن أنت ما تبنيش قيمتك على حكم الناس، على الاهتمام المؤقت، على النجاح اللحظي، على أي علاقة أو أي رأي حد فيك، لأن كل دي حاجات متقلبة. لكن السلام الحقيقي بيجي لما تكون متصالح مع نفسك ومع ربنا. وما يحصل موقف يضايقك قبل ما تتضايق منه، هل الموقف ده يستحق فعلا نخسر سلامي كله عشانه؟ وفي حاجات أفضل علاج ليها التسليم والوقت والدعاء. مش كل موقف محتاج رد، ومش كل وجع محتاج تفسير، ومش كل خسارة معناها النهاية. بعض حاجات بنفهم حكمتها متأخر جدا، وبعض الوجع كان رحلة مش مصير. في الآخر الإنسان الناضج نفسيا مش هو اللي ما بيضعفش، الناضج هو اللي مهما الدنيا كسرت فيه أجزاء بيفضل عنده يقين إنه يقدر يلم نفسه تاني، وإن بعد كل ألم هيجي الفرج، وبعد كل ليلة تقيلة هيجي صباح ربنا اللي قادر يبدل فيه كل شيء لأحسن حال. والتفاؤل والأمل بالله دايما. ودمتم سالمين.